ساعات ولحظات من الرعب عاشها أكتر من 1400 شخص في عرض البحر، وبيواجهوا مصير مجهول ومظلم عشان بعدها مصر كلها تصحى على خبر زلزل كيان الشعب المصري كله. عشان 1035 يموتوا ياخدوا براءة. حرام ربنا اهو. اشتروا مبدأ اسماعيل وحسني مبارك، اشتروه حسبي الله ونعم الوكيل. حاولوا تشوفوا الغلط بقى 20 درجة دلوقتي يا جماعة، المركب هتقلب. بداية القصة المؤلمة لما أبحرت العبارة السلام 98 من ميناء الضباء في السعودية عشان توصل بعد ساعات معدودة لميناء سفاجة في مصر. والمتعارف عن الرحلة دي إن بيبقى فيها عدد كبير من الركاب، وده لأنهم بيفضلوا السفر البحري، خصوصا إن المسافة مش كبيرة زي اللي ما بين مصر والسعودية. كمان تكلفة الرحلة نفسها أقل مقارنة بالسفر الجوي. أغلبية اللي كانوا في الرحلة الناس البسيطة الشقيانة اللي بتستنى الأجازة عشان تنزل تشوف أهاليهم في مصر. وبرضو الرحلة كانت بتجمع جزء كبير من المعتمرين اللي بيبقوا عايزين يوفروا شوية في التكلفة، وده لأن زي ما قلت الرحلة بسيطة ومعتادة، فالناس كانت مطمنة ومش قلقان. لكن الإهمال والتسيب كان ليهم رأي تاني. بس علشان نربط الأحداث ببعضها لازم نعرف تاريخ العبارة دي وبدايتها كانت ازاي. نرجع شوية لسنة 1970 في إيطاليا لما اتبنت العبارة بوكاشيو لمهمة نقل الركاب ما بين المدن الإيطالية، وكانت حمولتها في المهمة دي هي 500 راكب و200 عربية، وفضلت تقوم بالمهمة دي 20 سنة تقريبا لحد سنة 1991 بالتحديد. وبعدها قرروا ملاك العبارة انهم يطوروها بحيث تشيل 1300 راكب بدلا من 500 راكب، وتشيل 320 عربية بدلا من 200 عربية. وبكده العبارة بقت أقوى وأمتن، وبقت قادرة تشيل حمولة أكتر من اللي كانت بتشيلها في البداية بكتير. وبناء على كده بدأت تحقق إيراد أكبر. من هنا حصلت صفقة لشركة السلام المصرية للنقل البحري اللي بيمتلكها ممدوح اسماعيل، واشترت العبارة بوكاشيو سنة 1998 وتم تغيير اسمها إلى عبارة السلام 98. ومن هنا بدأت تمارس مهمتها بشكل مكثف في البحر الأحمر، لدرجة إن من سنة 1998 لحد سنة 2006 عملت 400 رحلة تقريبا ما بين مصر والسعودية. وجه اليوم المشؤوم 2 فبراير سنة 2006 اتحركت العبارة من ميناء الضباء في السعودية على الساعة 6:30 المغرب عشان توصل بعدها ميناء سفاجة في مصر الساعة 2:30 بعد نص الليل. ودي طبيعة رحلتها، لكن للأسف الشديد ده ما حصلش. على الساعة 9 بالليل بدأت تحصل حاجات غريبة ومش مفهومة. بدايتها كانت ريحة شياط جاية من الجزء السفلي في العبارة، وده بيبقى خصيص لنقل العربيات، أو نقدر نقول عليه جراج بشكل عموم. والجزء ده كان فيه بعض العربيات الملاكي وعربيات النقل التقيل و9 مقطورات و640 حاوية. بداية الكارثة كانت من سواقين عربيات النقل، ودول بيتعاملوا على انهم جزء من العربية عشان التكاليف، وعشان ما يدفعوش تذاكر خاصة ليهم فكانوا بيتعاملوا على انهم جزء من العربية، فبكده تبقى العربية باللي جواها. وعشان كده ما كانش مسموح لهم استخدام مطعم او كافيتيريا العبارة، او حتى يطلعوا على ظهر العبارة من الاساس، كان اخرهم الجراج وبس. ولسوء حظ العبارة بالكامل السواقين والعمال دول قرروا انهم يعملوا شاي. والمتعارف عن سواقين عربيات النقل انه بيبقى معاهم بوتاجاز محمول، ولسه هيبتدوا يعملوا شاي الا والنار مسكت في برميل سولار. ده غير كمان ان الجراج كان مليان سولار ومواد قابلة للاشتعال، فطبعا مش محتاج اقول لك خلال ثواني معدودة كانت النار مسكت في كل ركن وحتة في الجراج. والسواقين ما بقوش عارفين يعملوا ايه في النار دي اللي كل مدى بتزيد، ولسه هيستنجدوا بالقبطان فوق ويشوفوه هيعمل ايه في الكارثة دي، لو ان القبطان كان عايز اللي يلحقه. وكانت وقتها مشكلة القبطان فوق ان الضمان كان بايظ، والضمان ده هو المسؤول الاساسي عن تحريك العبارة يمين وشمال وظبط اتجاهاتها. فبكده العبارة ماشية من غير ضمان
وكمان في حريقة تحت في الجراج. واللي هتسمعه دلوقتي ده تسجيل حقيقي للقبطان وهو بيطلب الضمان، وفي نفس الوقت كانت العبارة بتغرق. كل ده حصل وكان الركاب شايفين ميناء الضباء برؤية العين، يعني مش بعيدة. فالمنطق بيقول انه يلف ويرجع تاني، بس هيلف ويرجع تاني ازاي لميناء الضباء والضمان المسؤول عن تحريك العبارة يمين وشمال كان بايظ؟ فالمنطق انه يطلب استغاثة من ميناء الضباء بما ان المسافة قريبة ومش بعيدة. بس القبطان ما عملش كده رغم كل اللي حصل ده، الى انه قرر يكمل وكأن مفيش اي حاجة بتحصل. وعلى كلام الناجين ان القبطان كان ماشي بسرعة جنونية والعبارة كانت بتولع من تحت، فقرروا انهم هيطفوا الحريق بالمضخات واللي دورها بتسحب المية من البحر وتضخها جوه العبارة. وبالفعل بدأوا يعملوا كده والناس ابتدت تهدى. بس هنا ظهرت مشكلة تانية، وهي ان المضخات المسؤولة عن طرد المية من قلب العبارة للبحر تاني ما كانتش شغالة. فبكده مفيش طريقة تاني لطرد المية غير عن طريق مواسير الصرف الصحي بتاعة العبارة. بس عايز اقولك ان تلت البلاعات دي بس هو اللي كان شغال، والتلتين الباقيين كانوا مسدودين. فبكده عندنا ضمان بايظ فوق وحريقة تحت وكمان مية دخلناها العبارة ومش عارفين هنطردها ازاي. وبناء عن المية اللي دخلت العبارة ابتدت تميل ناحية اليمين بمقدار 7 درجات، وده خلى الحمولة من عربيات وحاويات تميل كمان. هتسألني تميل ازاي؟ الطبيعي انها بتبقى مربوطة. هقولك لا، ما هي الحمولة كلها اللي كانت داخل العبارة ما كانتش مربوطة، فده سرع وساعد في ميل العبارة اكتر واكتر عن الاول. والحريقة فضلت مستمرة لمدة 4 ساعات كاملين. ورغم كل المشاكل دي لا القبطان طلب استغاثة ولا حتى صارح الركاب باللي بيحصل في العبارة كل ده وهي بتميل اكتر واكتر عن الاول. من 7 درجات وصل ميلها ل20 درجة ناحية اليمين، والمشهد بقى شبه مشهد تايتانيك. كل الحاجات اللي داخل وعلى سطح العبارة ابتدت تتحرك ناحية اليمين، والناس بتسأل فيه ايه اللي بيحصل، وما كانش فيه اي اجابة واضحة. لكن الوضع والمشهد اللي كانوا شايفينه كانوا بينبئوا بان في كارثه بتحصل. الركاب طلبوا من القبطان والمساعدين اللي معاه انهم يوزعوا عليهم اللايف جاكيت عشان يضمنوا سلامتهم. رغم كل ده والقبطان كان رافض اساسا ان عنده مشكله، لدرجه انه رفض يوزع عليهم الجواكت. فالناس على المشهد اللي شايفينه بدات تهجم على الدواليب اللي فيها الجواكت بشكل عبثي وعشوائي، لانهم خلاص استوعبوا ايه اللي بيحصل في العباره، وكل واحد فيهم عايز ينقذ نفسه وبس. والركاب اقترحوا عليهم انهم ينزلوا قوارب الانقاذ، الا ان القبطان برضه رفض يعمل كده. يا جماعة القبطان كان رافض اساسا فكرة انه عنده مشكلة، فكان رافض اي اقتراح بيجيله من الركاب او حتى من المساعدين اللي معاه. ده غير اساسا ان قوارب الانقاذ اللي كانت موجودة ما كانتش تكفي حتى ربع الركاب اللي كانوا على العبارة. والناس ابتدت تهجم عليها بنفس المشهد العشوائي وتتشعلق في اخر امل لانقاذهم. بس للاسف الشديد القوارب دي كانت مربوطة بجنازير، فبدل ما تطفو على سطح المية لا دي كانت بتاخد الناس وتنزل بيها تحت المية. العبارة بتميل اكتر واكتر عن الاول، وما كانش فيه حل غير ان اخيرا القبطان يطلب استغاثة. بس بعد اخر لحظات الاستسلام العبارة غرقت خلاص ونزلت على عمق 920 متر تحت المية، عشان وقتها يعيشوا اكتر من 1000 انسان
آخر لحظات حياتهم، اللي مات من الحريق واللي مات غرقان واللي مات من شدة البرد في عز فبراير بعد نص الليل. ما نجيش منهم غير 389 إنسان من أصل 1420 إنسان. المشهد مؤلم لمجرد التخيل، ما بالك من الناس اللي عاشت اللحظات دي. القصة من أولها لآخرها مؤلمة، بس اللي يوجع أكتر الجزء اللي جاي. وقت غرق العبارة والناس في عرض البحر، عدت عبارة تانية بتمتلكها نفس الشركة، شركة السلام، والعبارة كانت اسمها سانت كاترين. فالناس لما شافت العبارة معدية من جنبهم حسوا ببصيص من الأمل إنه خلاص هيتم إنقاذهم، لكن قبطان سانت كاترين سد ودانه عن كل الاستغاثات وعدى من جنبهم وكمل طريقه عادي جدا. ده حتى ما بلغش باللي حصل وان في عبارة غرقت عليها مئات الارواح. ومن بعدها بدأت اهالي الناس اللي كانوا في العبارة تروح ميناء سفاجة في مصر ويستنوا اهاليهم. الناس قلقانة، عدت ساعة والتانية والتالتة والعبارة لسه ما جاتش، كده في حاجة غلط. قعدوا لحد الساعة 7 الصبح، والمعتاد والمعروف ان العبارة بتوصل الساعة 2 الفجر. وفي نفس الوقت وبعد غرق العبارة ب5 ساعات راح ممدوح اسماعيل صاحب العبارة بلغ انه فقد الاتصال بالعبارة السلام 98، وما جابش سيرة استغاثات ولا جاب سيرة غرق. وكمان شوية وهقول لك هو عمل كده ليه. وبعد ما قال لهم انه فقد الاتصال، كلف رئيس هيئة المواني مكتبه انه يبعت اشارة تليفونية لمركز البحث والانقاذ، بيقول ان شركة السلام بتطلب طيارة تطلع تدور على العبارة المفقودة. وبالفعل تم تحديد موقع العبارة من خلال احداثيات الصندوق الاسود، وكان مكانها بالتحديد 2708 شمالا و3434 شرقا. وبالفعل اتحركت الطيارة من مطار الغردقة على الساعة 59 دقيقة بالتحديد، متجهة لمكان غرق العبارة. وكانت قبلها بربع ساعة اتحركت سفينة بحث وإنقاذ تابعة للقوات البحرية لميناء سفاجة في مصر. وعلى الساعة 11 إلا ربع بدأت الطيارة ترمي معدات الإنقاذ في موقع الحادثة وجنب تجمعات الناس. وبعد العصر بشوية تم انتشال اللي نجوا عن طريق الفرقاطة شرم الشيخ التابعة للقوات البحرية. والوقت ده كان كفيل انه ينشر جثث الركاب على سطح المية. والمحظوظين اللي لحقوا مكان في مركب الانقاذ فضلوا ماشيين في المية لحد ما لقيتهم مراكب بالصدفة وانقذتهم. اما اللي كان حظهم اسوأ فضلوا متشعلقين في حتة خشبة من حطام العبارة لحد ما انقذوهم. وفي كم شخص كده المية حدفتهم لحد ما وفر السواحل بتاعة السعودية لقيوهم وانقذوهم. ومن بعدها اتعرف الخبر للشعب كله، وأعلنت الدولة الحداد على أرواح الضحايا اللي غرقوا في عبارة السلام. وبدأت مأساة جديدة، 1000 أسرة بتدور على جثث أهاليهم ومش لاقيينها. ومن هنا اتفتحت أبواب جهنم على مالك العبارة وهو ممدوح إسماعيل وابنه عمرو، واللي كانوا وقتها بمجرد ما سمعوا خبر غرق العبارة هربوا بره مصر وقعدوا في لندن. ومفيش أي اتفاقيات ما بين مصر ولندن لتسليم المجرمين. واتضح كمان عدم التزام شركة السلام للنقل البحري بأساليب الإدارة والأمن لسلامة الركاب. وبكده المتهم الأول في القضية ممدوح اسماعيل وابنه عمرو. بس هنا في حاجة، انت ممكن تقولي مش هما اللي كانوا سايقين العبارة ولا هما كمان السبب في الحريق انهم قرروا يعملوا شاي؟ فالسؤال هنا، ليه يتم اتهامهم في القضية دي وهما ملهمش اي ايد فيها؟ الاجابة وباختصار وهي الإهمال في الصيانات الدورية. يعني عبارة بتنقل أكتر من 1400 إنسان في رحلات بحرية بتمتد من 5 ل 6 ساعات. معقولة ما يكونش فيها منظومة إطفاء كويسة؟ ده غير إن تلتين البلاعات كانوا مسدودين، ده غير قوارب الإنقاذ اللي هم أساسا ما يشيلوش ربع الركاب اللي كانوا في العبارة. ده حتى الزودياك اللي هو بيتفتح لمجرد إنه يلمس المية اللي كانوا موجودين ما كانوش يكفوا الركاب. ده غير أصلا إن هم كانوا بايظين. منظومة كاملة بتتهرب من الصيانات الدورية اللي هي بتتعمل كل فترة. أهالي الضحايا لما عرفوا كم الإهمال ده رفعوا قضية، واللي كان المتهم الأول فيها وهو ممدوح إسماعيل، وكانوا بيطالبوا بالقصاص. وبعدها على طول مجلس الشورى يرفع عنه الحصانة لمجرد توجيه الاتهامات دي، لكن للأسف الشديد ياخد براءة من كل الاتهامات دي هو وابنه عمرو. وده خلى أهالي الضحايا ينفعلوا أكتر لدرجة إنهم اعتصموا داخل المحكمة عشان 1035 يموتوا ياخدوا براءة. حرام ربنا اهو. اشتغل ممدوح اسماعيل وحفظ
وبيطالبوا بالطعن والاستئناف لحد سنة 2009 اتحكم على ممدوح إسماعيل غيابيا بالسجن لمدة 7 سنين، وعلى 2 من مساعديه السجن لمدة 3 سنين، والتهم كانت مجرد إهمال وتسيب تسبب في قتل بالخطأ. أما صلاح جمعة وده قبطان العبارة سانت كاترين اللي عدت جنب الناس وهي بتغرق وبتموت وما عملش أي حاجة، ده اتحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور مع إيقاف التنفيذ وكفالة قدرها 10,000 جنيه. ومن سنة 2009 لحد سنة 2014 فضل الوضع على ما هو عليه، ومن بعدها صدر قرار من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات برفع اسم رجل الأعمال المصري ممدوح إسماعيل من قوائم ترقب الوصول والسفر، وده بعد حصوله على قرار إسقاط العقوبة على مضي المدة القانونية للحكم اللي هي 5 سنين من صدور الحكم نفسه. ودي كانت نهاية العبارة السلام 98 وكل الضحايا اللي كانوا كل حلمهم انهم يشوفوا اهاليهم مرة تانية. وبكده تكون السلام 98 وصمة وجع وألم في قلوب اكتر من 1000 أسرة لحد النهاردة. يا ريت ندعي لهم بالرحمة والمغفرة. وده كان فيديو النهاردة وبس كده. كان معاكم طه حسن، اشوفكم على خير.